السلام على الشعب العراقي الحبيب ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأجد نفسي ملزما بأن ألقي على مسامعكم بعض الأمور المهمة، حيث أننا سنقدم على مرحلة جديدة من خلال الانتخابات التشريعية. أولا، أوجه الشكر الجزيل وامتناني العظيم إلى موقف المرجعية التي دعت وبصوت واضح للتغيير، إذ عنت به تغيير كل مفسد وظالم، وأشكرها من كل قلبي، إذ قاطعت كل هذه الفترة حكومة لم ترع إلا ولا ذمة، لا بشعبها ولا بأرضها. ثانيا، أدعو مفوضية الانتخابات أن تكون مستقلة في عملها لترضي ربها وشعبها، وأن لا تستكين أمام الضغوطات الجبارة التي تتعرض لها. ثالثا، أدعو المراقبين على الانتخابات إلى الحذر الشديد والتدقيق الكثير، فالخوف كل الخوف من تزوير الانتخابات أو تعطيل أجهزة البصمة أو غيرها من طرق أخرى. أربعة، أدعو جيش العراق الأبي أن يصوت بكرامة وبكامل الحرية، وأن لا يضعف أمام الضغوط، وكذا كل الجهات الأمنية، وأن يحموا الناخب بل الجميع خلال هذه الانتخابات بدون التدخل في عمل الانتخابات. خامسا، أدعو الشعب العراقي للخروج بهذه الثورة البيضاء ليؤدي الطاعة، للخروج بهذه الثورة البيضاء ليؤدي الطاعة من خلال الإدلاء بصوته، وأن لا يتخلف أحد، فحسب فهمي أنها الفرصة الأخيرة للتغيير. سادسا، أدعو الأمم المتحدة والجهات الدولية أن تأخذ الحيادية وأن تراقب، أما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فسيطرة البعض على الهيئات المستقلة يزيد من صعوبة السير الديمقراطي الحقيقي، وسوف لن تكون الانتخابات بصورة شفافة وسلسة. سابعا، أدعو دول الجوار لعدم التدخل بالشأن العراقي عموما وبالشأن الانتخابي خصوصا. ثامنا، مراكز الاقتراع أماكن وطنية مقدسة، أرجو عدم التعدي عليها بما لا يليق وعدم خرق القوانين العامة فيها. تاسعا، تزايد الخروقات الأمنية غالبا ما يكون دافعا أقوال الشعب العراقي الصابر على فعل ما لا يريده الإرهاب والميليشيات التي صارت تفخخ الجميع بلا استثناء. فحي الله الشعب العراقي، والشكر له من الله وليس مني، على تلك التضحية والمحبة لوطنه. عاشرا، أدعو الجميع وأعني الكيانات السياسية أن يكونوا على قدر المسؤولية، وخصوصا بعد صدور نتائج الانتخابات، وأن لا تكون خسارة البعض بداية لحقبة ظلامية
وأحكام ظالمة يدعون فيها السلامة الوطنية أو غيرها من الأمور. وفي نفس الوقت فإن الباب مفتوح حسب علمي عند المفوضية لتقديم الشكاوى ضد الخروقات. 11 ليجعل الجميع من ذهابه إلى صناديق الاقتراع طاعة لله ولرسوله وأهل بيته ومحبة بالوطن، فحب الوطن من الإيمان. إذن فليخرج الجميع بهيبة ووقار، وأن لا يذهب الناخب أو الناخبة منفردا إلى صناديق الاقتراع، فهذا يومكم أيها العراقيون الشرفاء. 12 مقدما أبارك للشعب العراقي انتصاره على الظلم والظالمين ومحو التفرد بالسلطة، فصوت المظلوم أعلى من صوت الظالم. وشكرا لكم.